بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم غالياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. جيتكم اليوم حبيباتي برشتة عاصمية الله الله كما راكم تشوفوا بالقرفة ومرقة بيضاء. ذوقها واش نحكي لكم، يهبل. وجبت لكم واحد يعني لي ترونش تاع الباتيسري بالقهوة والكراميل. شوفوا محبي الكراميل محبي القهوة ما تراطيوش الوصفة هذه، راهي اقتصادية وما فيها والو، يعني تستاهل انكم تجربوها وفي نفس الوقت طيح لكم كمية كبيرة. شوفوا يا البنات كيفاش تجي هذيك لاجينواز نتاعها، تجي خفيفة، لا كريم تاعها ما تجيش حلوة بزاف بالرغم انه كاين كراميل، لكن تجي هايلة. راه حبيت يعني نذوق معاكم باش يعني نشهيكم وتجربوها. نبداو الساعه بالوصفه نتاع الرشته، يعني هذا كان روتين ليوم الجمعه. راني جبت لكم الرشته العاصميه. واش درنا هنا حبيباتي؟ حطيت طرف نتاع اللحم مع طرف نتاع دجاج، يعني الشيء اللي متوفر عندك. زدت حطيت البنات طرف نتاع زبده وشويه زيت، لكن من الافضل يعني هي تجي بالسمن، حاجه تقليديه كامل، يعني اجدادنا كلش كانوا يطيبوها بالسمن. ماهوش متوفر عندي، الوغ درت غير زبده وزيت. هنا في الاشواق واش راح نرحي حبه نتاع لفت تكون يعني متوسطه مع 3 سنينات تاع ثوم مع حبه بصله. شوفوا ما نرحيوهاش يعني تكون بودر، لا تكون يعني كيما لا بيوري، ها تشوفوا يعني تكون مرحيه نوعا ما شويه رايحه في الخشونه. نخليوها شويه خشينه باش لاصوص تاعنا تجينا خاطره. هنا اكيد بعد ما تقلى هذاك اللحم في الزيت والزبده وبدا يعني يتحمر، ضفت البصله كما راكم تشوفوا واللفت والثوم. الثوم كل واحد وكيفاه، كاين اللي حب يديرها كاين اللي حب ما يديرهاش. انا نستعمل الثوم تقريبا في كامل الاطباق. التوابل عندنا فلفل الكحل، شويه كركم، وعندنا الكزبر ضروري في هذه الوصفه بما انها مرقه بيضاء ما فيهاش بزاف المكونات. عندنا لاموطارد وعندنا الملح انا ما درتش كميه كبيره باسكو زدت مكعب نتاع الجامبو. اختياري، اللي تحب تزيدو واللي تحب ما تزيدوش. هنا يعني انا نحب نضيفو يمد لي بنه ثاني هايله. حنا يعني في دارنا البنات اغلبيه يحبوا مرقه حمراء، يعني كي بقات لي الرشته درت لهم مرقه حمراء قالوا لي لا جات يعني مرقه حمراء خير من صوص بلونش. هذه هي الرشته البنات اللي شريتها واجده هاك البري والله ما شفيت. مهم شريتها من عند الجزار، اخي الجزار دوكا يدو يبيعوا يعني الرشته، يبيعوا البيضه كما على بالكم. هنا شوفوا بعد ما تقلى هذاك اللحم يعني بدا يدخلوا الطياب، حطيت حبيبات لفت وزوج حبات نتاع كورجيت يعني مجريوات وحبه ولا 3 حبات صغار هكذا تاع بطاطا. شوفوا هنا يعني هي كانت في المجمد، الوغ حطيتها فارت، درت لها الزيت. شوفوا كيفاه راهي يعني كل حبه يعني وحدها. حطيت الماء يسخن البنات هنا باش نمرق. المرق ما نحتاجوش بزاف بما اني حطيت الخضره في الاول. واش راح ندير؟ غير يعني تفوت ربع ساعه نجبد الخضره هذيك نلقاها طابت، وقادر يعني الدجاج كي يكون طيب تلقيه يعني طاب، باسكو كي تقليه مليح يدخلوا طيب تلقيه طاب. نزيدو نسكروا يعني على اللحم ونخليوه يطيب. اللي ما عندهاش الحمص يعني هنايا يكون طايب تحطوه هنا في المرحله هذه. شوفوا هنا البنات قبل ما نطفي قبل ما نغلق لاكوكوت تاعي نحيت شويه صوص باه يعني نمرق بها من الضربه الاولى هذيك الرشته. حطيت لها هنا شويه تاع الملح وبديت يعني نحط فيها هذيك الصوص اللي شتا يعني ماهيش طايبه، لكن احسن من انني نستعمل الماء. وكل واحد وكيفاه يبقى كلش اختياري. هنا غير بالفرشيطه برك باسكو سخونه يعني وما نحبش اني نبقى يعني كيما نقولوا نكثر لها في الماء ونحرك بزاف باسكو تتكسر. هي البنات كما راكم تشوفوا عاودت حطيتها تفور للمره الثانيه، يعني تحتاج انك تفوريها مرتين فقط. انا المره الاولى باسكو يعني غير كيما نقولوا تنحى لها لاكلاص هذاك فقط نحيتها. هنا البنات يعني بعد ما تكون فارت الفوره الثانيه عفوا الفوره الاولى نزيدوا يعني نسقيوها المره الثانيه بشويه هكا تاع صوص تكون طيبه باه تجينا بنينه هذيك يعني الرشته. في الاخر بعد يعني ما فورتها نحطيو لها طرف تاع زبده هكا، زبده بقرات الله تجي يعني هايله كما راكم تشوفوا. كل يعني حبه وحدها ماهيش يعني معجنه ولا وشنو. ما تحبش انك ديري لها الماء بزاف، يعني تقريبا 2 مغارف في الاول و2 مغارف في مغرف الغراف كما نقول، 2 في الاول و2 في الفوره الثانيه. هذا ما كان. هذه هي النتيجه البنات كما راكم تشوفوا. هنا هذا المقطع راه تعاود كما راكم تشوفوا. هنايا كان يعني
الدجاج والخضره طابو كما راكم تشاهدوا معايا حبيباتي. المرقه هذيك يعني خاطره الله الله. اكيد راح نحمروا الخضره ونحمروا الطرف تاع الدجاج هذاك ونخليو يعني اللحم يزيد يطيب اذا ما كملش الطياب تاعو. ضروري انك يعني هنا تضيفي الحمص. هنا شوفوا الخضره هذه كانت طابت نحيتها، ضفت الحمص وحطيتها يعني في شويه زبده وشويه نتاع الزيت يعني تتحمر. شوفوا بقات محافظه على لافوغ نتاعها ما فزدتش باسكو يعني غير ربع ساعه برك طفيت لها، واللي تحب تخليها مع التالي وتضيفها ما كانش مشكل. شوفوا هذيك لاصوص كيفاش تجينا خاطره الله الله وبنينه. هنا نضيفوا يعني شويه تاع صوص ونحطوا الرشته هذيك نتاعنا، وتكوني اكيد موجده الطابله موجده احوالك كامل، يعني هذه اخر مرحله ديريها غير يعني ميم با 2 دقائق في هذيك لاصوص طفي عليها وتقدميها، ما تخليهاش تطول هنا في لاصوص بزاف. واذا كانت الرشته تاعك طريه يعني طريه مليح غير سقيها برك من فوق هكذا بشويه نتاع صوص وصاي هذا ما كان. اكيد يعني كاين اللي يحبوا يقدموا لاصوص يعني يحطوها قدامها وكل واحد يسقي وحده، يبقى اختياري. هنا جيت نزين لكم هذاك الطبق، حطيت اللحم والدجاج في الوسط، لي كورجيت حطيتهم هكذا دورتهم بها. كي نقولوا يعني رشته ولا نقولوا طبق يعني تقليدي اكيد راح نقولوا الخضره ونقولوا البيض اللي راه يعني راه 2000 الحبه، يعني ربي يقدركم برك والله، ربي يقدر كل يعني شخص يجري يعني ويجري وما يتمحن في هذه الدنيا، ربي ان شاء الله يقدروا يعني ويطرح البركه. هذا واش نقولوا. هنا زدت يعني طيب 2 حبات بيض كما راكم تشوفوا، ما درتش يعني نص ولا ربع ولا قسمت البيضه يعني على 4 هكذا بالعرض مش بالطول. وزدت حطيت شويه نتاع الحمص وقدمتها جات ما شاء الله بنينه تشهي. اللي تحب دير مرقه حمراء نفس المقادير، زيدي غير طماطم تاع الحب وزيدي طماطم مصبره والتوابل اكيد الفلفل الاحمر الحار والحلو. هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا رشته عاصميه تقليديه، ما تراطيوش البنات الوصفه الثانيه واللي هي اروع وصفه، يعني احسن طرونش باتيسري ولا مسكوته ولا كما تحبوا تسميوها. جربتها يعني وجات الله يبارك، يعني تشهي حاجه بريستيج وبنينه وسهله. واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو 3 بيضات، قرصه ملح وغرفه نتاع لافاني، كاس سكر، كاس زيت ناقص، كاس السكر وكاس الزيت ناقصين صباع، وعندنا البنات كاس حليب، وزدت عليه 2 ملاعق تاع كابوتشينو. الكابوتشينو واش ديروا؟ طلعوا فنجان نتاع سكر مع فنجان ماء مع فنجان تاع نيسكافي، نحيو منه غير 2 ملاعق والباقي خليوه دوك نخدموا به لا كريم. جيت يعني هنا حطيت السكر والبيض والفاني والملح، خلطناهم يعني حتى يولي الخليط تاعنا ابيض. ضروري المرحله هذه رانا نطلعوها كوم جينواز، نطلعوا مليح. شوفوا كيفاه الخليط هذاك بياض يضاعف الحجم نتاعو. نبداو نزيدو في الزيت بالتدريج، راكم تشوفوا على 3 دفعات هكذا بهذه الطريقه. واكيد الباتور يكون يبقى يمشي. هذه النصائح نمدوهم ديما للمبتدئات. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ضفنا الحليب نزيدو نضيفوا كاس هذاك، نخلطوا شوي وما نبقاوش نخلطوا بزاف باسكو البيض كون تخلطيه يعني يفوت الدرجه المطلوبه رايح يعني بعد ما يعطيكش نتيجه مليحه. من جهه اخرى جبت البلاطو يعني كنت شعلت هنا الفور، دهنته بالزبده وذرذرت له الفرينه باش يعني نضمن انه ما يلزقش. الحجم استعملوا 30 على 40 سنتيمتر بالنسبه للمقادير اللي عطيتهم لكم. اللي تعود عندها يعني البلاطو صغير ولا حابه دير كميه صغيره تقسم المقادير على 2، دير بيضه واحده كبيره والباقي تقسمهم على 2. هنا ضفت هذاك كاس الحليب مع هذيك الكابوتشينو، شوفوا كيف تبدل هذاك اللون. نزيدو هنا 2 ملاعق كاكاو والكاس الاول نتاع الفرينه. نحتاجو في هذه الكميه 3 كيسان فرينه. ضيفوا الكاس الاول تاع الفرينه اللي معاه 2 ملاعق كاكاو، يعني ب2 ملاعق كاكاو كاس، وزيدوا ضيفوا الكاس الثاني. كي تجيو للكاس الثالث ما تضيفوهش كليا ضربه واحده باسكو حسب حجم البيض وحسب حجم الكاس المستعمل وحسب حجم نتاع حسب يعني النوعيه تاع الفرينه اسكو تشرب ولا لا. نزيدوا نضيفوا البنات كيسين خميره كيميائيه ضروري، نضيفوا 2 اكياس خميره كيميائيه. نخلطوا المقادير هذه كامل مع بعضها ويعني راح نتحصلوا على النتيجه اللي قلت لكم عليها، قوام تاع العجينه المطلوب. هنا البنات انا نحب نشارك معكم كلش، يعني سواء نهدر ولا نصور لكم.
باسكو يعني اي مبتدئه تحب يعني تجرب ضروري انك تدعميها بهذه الاشياء. اكيد يعني وحده تكون عندها خبره ولا تعرف دير راح تهز غير الوصفه خفيفه ظريف تروح ديرها، تهز غير المقادير ما تشوفكش تكفى خلطتي. بصح واحده اخرى يعني مبتدئه ضروري انك تتعاملي معها غير بشوي برك باش يعني تتعلم وكل. شوفوا القوام تاع العجينه مازال سائل بزاف، لازم كي تهزي يعني بالفوي هذيك هكذا الفوق يطيحوا يعني طرف متقطعين متقاربين، مش زعما طرف يطيح والاخر ما يجي يهبط غير بالسيف تاع العجينه، لا لا. دوك تشوفوا معايا هذا هو القوام كيما راكم تشوفوا. لا باسكو كنت كثري الفرينه بزاف راح تجيك يعني ناشفه وتجيك كيما نقولوا ماهيش خفيفه، تجيك مصبطه مش حتجيك بنينه. المرحله هذه هنا تاع هزي يدك الفوق وهبطي الكيك نتاعك راح تساعدك بزاف انه الكيك تاعك هذاك يجي يعني طالع مفشش ما شاء الله. هنا راكي تسيي انك تدخلي الهواء. هنا نجيب يعني نعدلوها في البلا هذاك اللي راح نطيبوا فيه، قلنا السمك تاعها 30 على 40. تقدروا حتى يعني اللي تحب دير كميه تاع كريمه بزاف دير في 40 على 40 سنتيم. هذه كميه كبيره تقدري حتى ديريها كمشروع مربح للمقاهي، صدقيني انك يعني تفيدي فيها ما شاء الله. تبيعي الطرف من 2000 حتى ل 3000 كي يعود طرف كبير. كي تعدي تخونش رقاق هكذا والعجينه ماهيش خشينه بزاف تبيعيها 2000. هنا نجيو لاكريم تاعنا واش نحتاجو. قلنا طلعنا كابوتشينو، درنا كاس، درنا يعني فنجان شوي كبير تاع ماء مع فنجان نتاع سكر مع فنجان نتاع سكر مع فنجان تاع نيسكافي. طلعناهم حصلنا على هذاك الخليط اللي كنا نحينا زوج مغارف درناهم في العجينه. الباقي حطيناه هنا مع 200 غرام كريم شانتي مع فنجان يعني تاع ماء يكون بارد. نطلعوا هذاك يعني الخليط، شوفوا كيف هي تكون لا كولير تاعو ويمد يعني ذوق القهوه. هنا ما تحتاجي لا فاني لا حتى حاجه، باسكو القهوه وحدها هي المنكه اللي راح يكون هنا. نجيو نخدمو صوص كراميل، نحطو يعني كاس تاع سكر ماهوش معمر فوق النار يعني وتعسيه، اكيد تكون على نار هاديه تخليه يتكرمل. من بعد تنحيه تزيدي له قطعه تاع زبده وتزيدي له علبه فلون كراميل وتخلطي البنات بسرعه. اذا لقيتيها ما ذابتلكش مليح عاودي رجعيها فوق النار وخليها يعني تبرد بجيه. من جهه طابت لي لا جينواز تاعي وكانت خفيفه ما شاء الله. تقدروا حتى تستعملوا هذه الوصفه كجينوازه. هنا جبت ثقبتها يعني وكنت عندي هنا البنات هذاك يعني السيرو قبل يعني قبل ما يدير السيرو هذاك الكراميل اللي طيبتها نحيت منها ملعقه وزدتها في كاس ماء خلطتهم وسقيت بها هذيك الكيكه باسكو ما كانش عندي الحليب. هذيك هي الكميه درتها. اللي يعود عندها الحليب سقيها بالحليب خير وخير وتجي يعني شربوها مليح باه تجي مشربه تجي مليحه. هذه هي لاكريم تاعنا سهله مهله. في دقيقه توجدي لاكريم تحطي العجينه تاعك تحطي لاجينواز تاعك طيب لاكريم وصوص كراميل في دقيقه توجديها. واللاكريم هذه ما تحتاجش تريح والله، وحتى طريقه التزيين ما تحتاجش تريح. هنا نجيو البنات نحطوا طبقه من الكريمه هذيك يعني شوفوا كيف راه يعني كيما نقولوا تساعدك انك تخدمي بها. طبقه انا درت طبقه تاع الكريمه تكون رقيقه شوي، ما نحبش يعني تكون لاكريم بزاف باسكو تجيك حلوه وما تقدريش تاكليها. بالرغم من انه يعني هذه الكريمه ما تجيش حلوه عفوا باسكو ما فيهاش بزاف المقادير. راكم تشوفوا نعدلوا السطح هذاك نسيو نديروا سطح املس. هنا اللي حبت الطبقه تاع الكراميل تخليها كيما نقولوا حنا سطح مستوي ما دير لها والو. تلوح هذيك لاكريم في الكونجيلاتور مده بعد يعني ما تسوي تعدل السطح مده 10 دقائق غير تجمد شويه تخرجيها وتصبي هذيك الكراميل تكون دافيه بطبيعه الحال. لكن انا حبيت يعني ندير الشكل من فوق يعني يكون مموج يكون يعني مخلط ما بين لاكريم وما بين الكراميل. شوفوا تبعوا المراحل هنا في التزيين. اللي تحب دير تزيين كما انا بهذه الطريقه يعني في كل ما تمشي راح يبدا يبان لك كراميل وفي نفس الوقت تبان لك الكريمه هذيك. هنا جبت يعني بانسو اللي نخدم به اللي ندير به الملمع للحلويات يكون يعني شويه خشين هكذا وتستعمليه. تقدري ديري يعني اعواج شواء لكن تكون يعني شويه خشينه ولا تلمي زوج مع بعضهم وخدموا. درت هكذا يعني زيكزاك برك بهذه الطريقه. في كل مره تحسي انه لاكريم ناقصه انفضيه باه يعني تنقص الكراميل وتحصلي على لاكريم يجي كيما الملفاي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه هذه بالطريقه هذه
راح تنال اعجابكم اكيد. تبعوا المراحل وخليونا تطبيقاتكم. نشكركم كامل حبيباتي، نشكر كل وحده خلت لنا الجيم. نقول لك خلينا الجيم كذلك لا فيديو هذا، وديري لنا بارطاج مع احبابك باش تكبر لمتنا وتكبر العائله نتاعنا. هنا البنات نجيو نقسموها. انا قسمت يعني الحبه شويه عريضه، اللي تحب يعني ديرها كيما لي طرونش باتيسري اللي يتباعوا برا ديرها، او جاي دوك يعني موسم البرتقال والليمون راح يعني نشارك معكم الوصفات هذو كامل باذن الله. راني مدايره في بدايه قناتي تاع الفراوله. البنات في الاخير نزينوها يعني بدي غزاز هكذا من هذيك لاكريم اللي تبقى لنا، اكيد ماناش رايحين نرميوها. نزينوها هكذاك تزيين خفيف. اللي تحب يعني دير يعني دير غزاز، تحب دير يعني اي شكل راهي حابته، التزيين يبقى اختياري. انا استعملت يعني لا بوش ادو، درت يعني هكذا دي غزاز صغيرين فقط، وحطيت حبه بندق من فوق للتزيين. كاسيت بها لا كولور هذيك المارون. في الاخير نتمنى لا فيديو تاع اليوم يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفات اللي درناهم. لا روتين الجاي ان شاء الله راح يكون فيه تزرزيق تنظيف، كما قلتوا لي رانا توحشنا التنظيف، توحشنا شويه هكذا تزرزيق شويه يعني تحفيز. اكيد راح نكون عند حسن ظنكم وراح ندير لكم واش راكم حابين. في الاخير حبيباتي اللي وصلت هنا نقول لك شكرا على المشاهده حبيبتي. ما عليك غير تخلي لنا كومونتير باهي وديري لنا جيم باه يعني لا فيديو يطلع للناس اكثر ويشوفوه. شكرا على نسب المشاهده تاعكم اللي راهي يعني تزيد، على المشتركين اللي راهم يشتركوا في القناه. شكرا لكامل المشتركات الاوفياء. مع الف سلامه حبيباتي، نتهلاو لي في رواحكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش تجربوا الوصفات وان شاء الله ينالوا اعجابكم.